يعني مفهوم الحرية من الجانب الفلسفي قدرة الشخص على القيام باختياراته وإراداته دون تدخل عوامل تؤثر على هذه الإرادة. فالحرية بهذا المنظور تقتصر على الإنسان فقط، لكن هذه الحرية التي تضع الإنسان فوق باقي الكائنات تبدو وتناقض مبدأ الحتمية الذي تفرضه له كل واقعة. الحرية والحتمية. موقف ابن رشد. يصف ابن رشد الفعل الإنساني بحرية جزئية مصدرها القدرة التي يتمتع بها في فعل الأشياء، لكن هناك عوامل تحد من حرية الشخص وتتجسد في النظام الذي تضعه الطبيعة. موقف موريس ميرلو-بوناتي. يرى موريس أن الحرية المطلقة هي مجرد وهم، لأنه لا توجد هناك حرية مطلقة، وكل نفي تام للحرية هو أيضا خاطئ. حرية الإرادة. موقف كانت. كل شخص عاقل حسب كانت هو شخص يتمتع بالإرادة والقدرة على القيام بالفعل الأخلاقي، ولا معنى للفعل الأخلاقي في غياب الحرية والإرادة. موقف نيتشه. يعطي نيتشه الأهمية للجانب الجسدي في الإنسان، ويصف الإرادة الحقيقية بأنها هي إرادة الحياة، وتتأسس على تلبية الرغبات والشهوات الغريزية. الحرية والقانون. موقف مونتسكيو. يرى مونتسكيو أن القانون لا يعارض الحرية، والحرية ليست القيام بكل ما يريده الإنسان، بل الحرية هي القيام بما تسمح به القوانين، لأن القوانين تلعب الدور المنظم. موقف حنا أرناندت. لا يمكن الحديث عن حضور للحرية حسب أرناندت في غياب تنظيم سياسي قانوني، فالحياة الاجتماعية هي قاعدة ممارسة الحرية،